قبل سنتين من الآن طائرة أمريكية تقتل قاسم سليماني قرب مطار بغداد. قاسم سليماني هو قائد ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهو المسؤول والمخطط الأول عن إنشاء ميليشيات طائفية في كل من سوريا والعراق واليمن، والمسؤول عن مقتل الكثير من الأبرياء. اليوم في هذه الذكرى نزلنا على الشارع حتى نسأل الناس عن ردة فعلهم عن هذا الحدث. سوريا لبوب وحلقة جديدة. تعرفوا لقاسم سليماني؟ بعرفه، شلون ما بعرفه؟ أكبر مجرم ضد الشعب السوري. بسمع فيه والله وما بدي هالمعرفة. ليش؟ عدونا اللدود هذا، الله لا يرحمه إن شاء الله في جهنم خالدا. لأنه بالأصل هيك بشر، خلاص الأفضل إنه ينمحوا من التاريخ. الله لا يوفقه لك لا بهالدنيا ولا بهيك الدنيا. ليش حتى يحرر فلسطين من سوريا ومن اليمن يروح يحرر فلسطين؟ ما عندي ولا ردة فعل صراحة. أكبر انتقام للشعب السوري إنه مات بهيك موته. تعرفوا لقاسم سليماني؟ لا، فاتح مطعم شاورما لقدام على راسي. يعني هيك بيقولوا بالتلفزيون. يعني طيت بهالأطفال هاي اللي بسوريا المتشردين. والله بتذكروا انه كان يقف مع الشعب الفلسطيني ويدعم شعب فلسطين في امور، يعني كان يدعمنا وكان يقف معنا ضد الاحتلال. والله يرحمه ويحسن اليه وان شاء الله يجعل مأواه الجنة. زلمه كان يقف مع ضد اليهود، يقف مع الناس ضد اليهود وضد الامريكان. والله كان كثير منيح كمان مع السوريين، مع الثورة السورية، ومع العراقيين. وقف مع الثورة السورية، ووقف مع اليمنيين، وقف مع العراقيين، ووقف كمان مع القدس كمان ومع فلسطين، يعني وقف معه. قتل أطفال سوريا وقتل أطفال اليمن وقتل أطفال العراق. يلا يا سيدي. طب ورجيني إنه عملوا عمل واحد ضد إسرائيل بس، هو ولا النظام السوري، نظام آل الأسد، عمل واحد بس ضد إسرائيل. ما في يعني هذا الكلام بينطلي على المهبلين المغيبين اللي عم بيصدقوه وبتبعوه. أنا واحد من الناس بسنة 2006 كنت من أشد المؤيدين لحزب الله ولحسن نصر الله بحربوا مع إسرائيل. يعني كنت أنا يعني أتخاصم مع أصدقائي لي في جلساتنا ونحن عم نتحادث على أنه هالإنسان هذا في شيء مدد سماوي جاي. شو تغير هلا؟ شو تغير؟ ليش؟ شو صار؟ في هداك الوقت بعد أشهر من الاعتصام تبع المستقبل والشيء اللي صار يعني ببيروت، شفنا بعدين انه نزل هو وجيشه المرتزقه تبعه بسلاحهم ضد اللبنانيين وعملوا عمايل. انا من هداك الوقت يعني انقلبت عليه، مو انه والله استنيت لبين ما صارت الثوره السوريه، لا، لانه هداك الوقت انا خلص عرفت انه هذا كذاب. نية قائد الثورة؟ يعني هيك بيقولوا بالتلفزيون. يعني من سنتين قتلوه الأمريكان، كيف كانت ردة فعلك عن قتل هذا الشخص؟ كل اللي سواه بسوريا قلت لي شو عاملنا؟ ما قائد فيلق القدس يا زلمة، جاي يحرر فلسطين. هاي الأطفال اللي عم تموت بسوريا والعالم اللي تشردت، هيك صار فينا نحن السوريين. يعني هو قاسم سليماني له الدور في هذا السبب؟ طبعا. هو عم يقول لك أنا عم بقاتل إسرائيل. عم يقول لي ليه؟ عم يقاتل إسرائيل؟ مرحبا إسرائيل. ليه عم تحكي عليه هيك؟ لأنه من يدعي بأنه ينتمي للأمة المحمدية الإسلامية لا يقتل الأطفال ولا يشرد المسلمين في بقاع الأرض. هم يدعون قوافل الحقيقة، ولكن هم أسياد الدناءة والسفة. هو قائد فيلق القدس وجاي حامي عن القدس ويقاتل إسرائيل. القدس موجودة، شحة، أولاد شوام شحة قريبة كتير. الحمد لله انه خلصت المنطقة العربية منه. خلصت الأمة العربية؟ شو عامل؟ العربية. المنطقة العربية، طيب شو عامل هو؟ بكفي سوريا. عم بيقاتلوا الشعب السوري وفوتوا كل إيران صارت بسوريا وبالسعودية وباليمن وبلبنان. اللي بده يجهز غازي في سبيل الله بيجهزها لعدو الله وليس للمسلمين المستضعفين من أهل السنة و نحن ما كان عندنا فرق بسوريا بين سنة وشيعة وعلوية، كلياتنا كنا متكاتفين. بس لما سحب البساط عنهم والعالم صارت تشوف الحقائق المبرمة يلي هن غطوها المنظومة العالمية عن هذا الشعب لأمرة أسياد المال وأسياد الجاه وأسياد السلطة لحتى يتناسبوا مع
لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إيجاز كل الحقائق تبنى على أمر واحد، إنه هدول جماعة شغلونا بأمر واحد، جماعة هص الحيطان إلى آذان اللي هن أهالينا، وجماعة مع الأسف الشديد اللي أهالينا اللي هن كانوا جزء من الخوف اللي هي السياسة المبرمة يلي هن دعموها بالسيكولوجيا أو باللوجستية أو بالمنطقية. للأسف الشديد كنا ضحية مجتمع فاشل. ان شاء الله البقيه يعني بتلحقوا ان شاء الله. يعني شعور كويس انه خلصنا من مجرم حقير كاره للمسلمين بشكل كبير جدا ويدعي انه هو مسلم. وان شاء الله عبيل عند بشار وحسن نصر الله وهالكلاب هدول، رغم انه بنعرف انه بده يجي بعدهم نفس الشيء ويمكن يجي أسوأ منهم كمان، بس لكن يعني بنتمنى لهم كمان الاغتيالات، مو الموت العادي، مو الموت الطبيعي. حدا فيه برقبته دم لازم يلاقي هالمصير على ايد اي حدا. ان شاء الله لبشار الاسد. ليه شو عامل لك بشار الاسد؟ شو عامل؟ شو ما عامل؟ هو منيح بيقولوا. منيح؟ مين اللي عم يقول منيح؟ هيك بس قال اللي حواليه ثلاثة. هدول المنحبرجية. ليش؟ شو عملكم بشار الاسد انتم يا سوريين؟ ما بتحبوه كلكم ليش؟ والله خيو كل واحد بيعرف شو صاير معه. أنا سأقارن بأمرين. الأمر الأول سيدنا سليمان أحب الله عز وجل وأعطاه ملك لم يهبه لأي نبي من قبله، والله عز وجل مكن سليماني لقتل السوريين وتشريدهم. شوف المفارقة ما بين سيدنا سليمان وقاسم سليماني الذي ادعى قائد فيلق القدس وسلم لي على القدس، وجماعة أحمد جبريل وجماعة اللي قتلوا أهلنا بمخيم اليرموك واللي قتلوا أهلنا بالشام واللي قتلوا أهلنا. علما لا تنسى في موضوع كتير حلو وظريف ونظيف، جوعوا للطوعوا. ولا تنسى موضوع الأهم من هذا الشيء، جحشة مرت خالة عمة صاحبتي القديمة. ولا تنسى موضوع أنا عم بحكي بالمغمغم. راح لنا كثير عالم بسبب بشار الاسد، بس ما فيني اسمي يعني بشكل شخصي ما فيني اسمي. بنعرف هو هلا هو اليد الاولى لخامنئي، يعني هو اليد القويه اللي عم بضرب فيها لخامنئي هي يعني اثناء حياته نحن عم نحكي، وهو اللي اسس هالجيوش هي لحتى يقدروا يجتاحوا المنطقه العربيه كلها. هن مخططون نفس المخطط الاسرائيلي، اجتياح وتوسع. بس يعني بشار الاسد وقاسم سليماني مجرمين على نفس المستوى، على نفس الطراز. وبهيك بنكون انهينا حلقتنا لليوم. شاركونا ارائكم بالتعليقات. سوريا لبوب، وبنشوفكم بحلقة جديدة.